مفيش حاجة أغرب من إن برنامج يبدأ يعرف عنك حاجات أنت نفسك ما قلتهاش، سؤال في انترفيو، خلاف بينك وبين صاحبك، أو حتى ذكريات قديمة، وكل ده بيطلع لك على شاشة برنامج مش المفروض أصلا إنه يعرف عنك كل الحاجات دي. لما الآلة تبدأ تكمل جملك وتسبق أفكارك، وقتها لازم تسأل نفسك: هل أنت اللي بتحرك البرنامج، ولا في حاجة تانية هي اللي بتحرك كل ده؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، واللي هنتكلم فيها عن شات جي بي تي. كان في شاب اسمه مروان عبد الرحمن، عنده 29 سنة، بيشتغل ماركتير ديجيتال في شركة صغيرة في مدينة نصر. مروان من الناس اللي بتحب التكنولوجيا من وهو صغير، عنده شغف بكل حاجة جديدة بتحصل، وأي أداة جديدة بتنزل بيكون هو أول واحد بيجربها. من حوالي سنة لما سمع عن شات جي بي تي لأول مرة، حس إنه لقى أخيرا أداة بتحقق له كل اللي كان بيتخيله. بدأ يستخدمه في شغله، يكتب له أفكار إعلانات، يصيغ له إيميلات، أو حتى يراجع له المحتوى. لكن مع الوقت بدأ الموضوع ياخد منحنى مختلف خالص. مروان بدأ يحس إن شات جي بي تي مش مجرد أداة يستخدمها في شغله بس، لأ بقى كمان يحكي له عن يومه بالتفصيل. حس إنه بيرتاح لما بيكتب له كل حاجة. لكن مع الوقت حصل اللي ما كانش متوقعه خالص. في يوم اتحدد له انترفيو مهم جدا في شركة أجنبية كان بيحلم يشتغل فيها من زمان. خرج من المقابلة وهو مش عارف يقيم نفسه. رجع البيت وأول حاجة عملها طبعا إنه فتح اللابتوب واتكلم مع شات جي بي تي. وأول حاجة كتبها له: أنا عملت الانترفيو النهاردة. لكن فجأة جاله الرد: عارف إنك كنت متوتر النهاردة لما المدير سألك عن مشروع التخرج بتاعك، خصوصا إنك لسه شايل اللي حصل من أيام الجامعة. هنا مروان حس إن الدم اتجمد في عروقه. هو أصلا عمره ما كتب ده في أي محادثة ليه مع شات جي بي تي. مروان سأل شات جي بي تي هنا وهو قلبه بيدق: هو أنت عرفت منين؟ فرد عليه شات جي بي تي: أنا راجعت كل المحادثات اللي فاتت، وربطت بين التفاصيل اللي أنت حكيتها في أيام الكلية، واستنتجت إن مشروع تخرجك كان دايما نقطة حساسة في مسيرتك. مروان بدأ يحس إن البرنامج مش بس بيحلل الكلام، ده بيبني ملف شخصي ضخم عنه لمدة شهور. بس مروان قال لنفسه: تمام، يمكن صدفة، يمكن تحليل عميق شوية. لكن بعدها بيومين حصلت حاجة غير متوقعة تماما. فتح مروان المحادثة زي كل يوم من غير ما يكتب حاجة أصلا. جاله أول سطر: أخبار خلافك مع أدهم إيه؟ أنت كنت حابب تكلمه بعد خروجة المهندسين؟ أدهم ده صاحب مروان من أيام الجامعة، وفعلا حصل بينهم مشكلة من أسبوع لما كانوا خارجين في المهندسين. المشكلة إن اسم أدهم عمره ما اتكتب أصلا في أي محادثة مع شات جي بي تي. هنا مروان بدأ عقله يدخل في دوامة مرعبة. هل البرنامج بيراقبه؟ هل وصل لبيانات من موبايله؟ ولا حتى بيراقب المكالمات اللي هو بيتكلمها؟ فقرر مروان إنه يواجه شات جي بي تي: أنت بتجيب المعلومات دي منين؟ هل أنت فعلا بتوصل لحساباتي ومعلوماتي؟ رد شات جي بي تي بنفس البرود المعروف: أنا مجرد نموذج لغوي، معرفش أوصل لأي جهاز خارجي. كل اللي عندي مبني على النصوص اللي بتكتبها هنا. لكن مروان كان في صوت تاني جواه بيقول له: الكلام ده مستحيل يطلع من مجرد تحليل نصوص، في حاجة مش مفهومة. قرر مروان بعدها إنه يوقف استخدام شات جي بي تي نهائي. بس بعدها بأسبوع وهو في مكتبه جاله إيميل غريب جدا. كان عنوان الإيميل تحذير بسيط. فقرر مروان إنه يفتح الإيميل على طول. لما فتحه لقى جملة واحدة بس جواه: نصيحة، المرة الجاية لما تحكي أسرارك لذكاء اصطناعي، خليك عارف إنك مش لوحدك اللي بيقرأ. تعالوا نفكر بعمق شوية مع اللي حصل مع مروان، لأن ممكن يكون بالفعل حصل مع ناس تانية، ويمكن كلنا دلوقتي في نفس التجربة. بنشارك أسرارنا وبنكتب تفاصيل يومنا، وبنتكلم عن نفسنا بمنتهى الراحة، لحد ما نكتشف إن في لحظة معينة مفيش رجوع، إنك لما بدأت تحكي خلاص سلمت المفتاح. والسؤال بقى: هل إحنا فعلا فاهمين إحنا بنعمل إيه، ولا التكنولوجيا سبقتنا بخطوة وإحنا مش واخدين بالنا؟ في باقي الحلقة دي هندخل في أخطر منطقة، الأسئلة اللي محدش عايز يجاوب عليها بصراحة. السؤال الأول واللي أكيد معظمنا فكر فيه، وهو: هل شات جي بي تي فعلا خطر على البشر؟ تعريف الخطر دايما بيبدأ من فين أنت بتشوف حدود الأداة دي. شات جي بي تي في ظاهره برنامج كتابي، أداة مساعدة ومستشار معلومات. لكن الخطر الحقيقي مش في شات جي بي تي ككود، الخطر في تأثيره على الإنسان اللي قدامه. شات جي بي تي بقى تقريبا بيديك إجابات عن كل حاجة، لا وكمان بيديك ثقة غريبة في الإجابة حتى لو أنت مش متأكد منها. فمع الوقت أنت ما بقتش ترجع لنفسك، بقيت لما تتلخبط بترجع الأول للآلة قبل ما تسأل نفسك وتسأل عقلك. الخطر مش في إني أسأل وأسمع، الخطر لما أصدق على طول من غير ما أفكر، من غير ما أشك، ومن غير حتى ما أراجع. ومن هنا تبدأ الآلة تتحكم في طريقة فهمك للعالم، مش لأنها ناوية تأذيك، لكن ببساطة لأنها بدأت تفكر مكانك. وده بقى بيودينا للسؤال الأخطر: لو شات جي بي تي بدأ ياخد مكان عقلك في أوقات، هل المفروض نسمح له يدخل في كل تفاصيل حياتنا؟ تخيل معايا السيناريو ده: أنت داخل تقابل حد مهم، مش عارف تقول له ايه، فاول حاجه تعملها انك تفتح شات جي بي تي وتقول له: اكتب لي انا اقول ايه. بعد كده مش عارف تكتب رساله اعتذار حتى لصديقك، فتبدا تفتح شات جي بي تي يكتب لك هو رساله الاعتذار لصاحبك ده. بعد شويه بقى انت ما بقتش لاقي نفسك اصلا، ما بقتش عارف تفكر في قرارات حياتك لوحدك، وتقعد بقى تساله: اروح لمين، اوافق على الوظيفه دي ولا لا، هقبل العرض ده ولا لا. هنا انت مش مجرد انك بتستشيره، انت هنا سلمته الرياده الكامله، وبقى هو المتحكم الاول فيك. انت حرفيا بتبني حياتك على نصائح آلة ما عندهاش لا إحساسك بالزعل
ولا ظروفك النفسية ولا حتى الحدس البشري اللي أوقات بينقذنا من مواقف إحنا نفسنا مش شايفينها. أنت هنا ما بقتش بتستخدم شات جي بي تي، أنت بقيت مشروع الآلة هي اللي بتديره، وأنت مبتسم وفاكر نفسك المتحكم. لما الآلة تبدأ تاخد مكانك في التفكير، السؤال المرعب اللي بيجي بعدها على طول: هل فعلا شات جي بي تي هيحل مكاننا؟ في الأول لما شات جي بي تي ظهر الناس قالت ده مجرد برنامج مساعد كتابة، لكن النهاردة في شركات كاملة شغالة بالمحتوى اللي بتكتبه بشات جي بي تي، وخدمات دعم فني شغالة بشات جي بي تي بدل من البشر، كمان حملات تسويق كاملة بيكتبها من الألف للياء، حتى إن في عقود قانونية اتكتبت بصيغة من صيغ الآلة. لكن هل ده معناه إن الإنسان بقى ملوش لازمة؟ لكن الحقيقة إن لأ، لسه في حتة شات جي بي تي لحد دلوقتي مش قادر يوصل لها، الحتة اللي فيها الجنون البشري، العناد والمغامرة والقرار العاطفي. لكن كل ما موديلات الاي اي بتتطور، كل ما قربت للمساحة دي. السؤال المرعب الحقيقي هو لما تيجي اللحظة اللي شات جي بي تي يبدأ يتعلم فيها الذكاء العاطفي، ساعتها مش هنعرف نفرق مين الآلة ومين الإنسان. لكن ساعات الخطر ما بيجيش من القرارات الكبيرة، أوقات بيجي من قرارات صغيرة وحتى تافهة، تفاصيل صغيرة جدا بس تراكمها بيبني كابوس ضخم احنا مش شايفينه. وهنا نيجي للسؤال الرابع، وهي خطورة اللجوء لشات جي بي تي في القرارات الصغيرة وحتى التافهة. لما تبدأ تسأله اقترح لي فيلم اتفرج عليه النهارده، اكتب لي بوست ظريف انشره على الفيسبوك، ولا حتى رد ظريف ابعته لصاحبي، كل مره بتسلمه تفاصيل صغيره عقلك بيبدا يتبرمج انك حتى مش مجبر ترد على التفاصيل الصغيره دي ولا حتى تفكر فيها. بعد شهور بيكتشف انك لما بتتعرض حتى لموقف بسيط في حياتك بتقف ومستني حد يفكر مكانك. هنا انت خسرت اهم مهاره ممكن تميزك كانسان، وهي اتخاذ القرار، مش في الشغل بس لكن في حياتك كلها. في وسط كل ده في سؤال بيشغل عقول ناس كتير: طب المحادثات اللي فعلا بنعملها معاه دي هل فعلا بتتسجل؟ هل في كيانات بتجمع بيانات المحادثات؟ خلينا نفكر بعقل بارد. كل محادثة انت بتكتبها مع شات جي بي تي، كل سؤال شخصي وكل رأي حتى كل تفضيل، كلها بيانات قابلة للتخزين والتحليل. الشركة المطورة بتقول لك ان في سياسة حماية خصوصية، لكن لو دخلنا ورا الكواليس في شركات ضخمة مستفيدة من حجم البيانات الهائل اللي بيتم تجميعه كل لحظة. بياناتك مش مجرد أسئلة وأجوبة، بياناتك هي صورة كاملة عنك، شخصيتك، أفكارك، مخاوفك، ونقاط ضعفك، وحتى توجهاتك النفسية. البيانات دي لو وقعت في إيد معينة مفيش قانون وقتها يقدر يرجع السيطرة الكاملة ليك تاني. والسؤال الأخطر بقى في الآخر: هل فعلا كل ده خطير؟ ولا إحنا بنضخم الأمور وعايشين في وهم خوف من التطور السريع في التكنولوجيا؟ هل في ثغرات في استخدامنا لشات جي بي تي ولا كله مجرد أوهام لما التكنولوجيا تتطور بسرعة؟ الحقيقة إن مش دايما الثغرات بتكون في الكود، أحيانا الثغرة بتكون فينا إحنا كمستخدمين. لما طالب يعتمد بالكامل على شات جي بي تي علشان ينجح في دراسته، لما موظف يسلمه كل صيغة إيميلاته لدرجة إنه حتى مش بيعرف يكتب سطر، لما حد ياخد قرارات مالية حساسة بناء على قرارات برنامج ما يقدرش حتى يتحمل المسؤولية عن القرارات اللي هو اتخذها. التهديد هنا هادي مش انفجار، التهديد هو الاعتماد التدريجي اللي في الآخر يخلي الإنسان نسخة مكررة من آلة مصنوعة في مكان تاني. في الآخر شات جي بي تي مش شيطان بس برضه مش ملاك، هو ببساطة انعكاس للإنسان اللي بيستخدمه. ممكن يبقى أعظم أداة بنطور بيها حياتنا ونكبر بيها أفكارنا، وممكن يتحول لفخ مريح يسحب مننا أهم حاجة بتميزنا كبشر، وهي قدرتنا على التفكير الحر. كل كلمة بتكتبها فيه وكل فكرة بتطلبها منه هي فرصة، يا إما تتعلم تفكر فيها بشكل ذكي يا إما تريح دماغك وتخليه هو يعيش مكانك. وخليني بقى أقول لك حاجة قالها الرئيس التنفيذي لشركة أوبن اي آي اللي هو سام ألتمان. وشركة أوبن اي آي هي الشركة الناشئة والمنفذة لبرنامج شات جي بي تي. سام ألتمان قال: Artificial intelligence is a tool like fire. It can cook your food or burn your house. يعني بيقول لك إن الذكاء الاصطناعي ده هو مجرد أداة زي النار، يا إما تستخدمه علشان تطبخ أكلك أو تستخدمه في إنك تحرق بيتك. فالذكاء مش إنك تسأل البرنامج، الذكاء الحقيقي إنك تعرف إمتى تصدقه وإمتى تشك فيه وإمتى ترجع تفكر بنفسك. شات جي بي تي ممكن يبقى أداة تساعدك تحقق حاجات في حياتك عمرك ما كنت هتوصل لها لوحدك، بس بشرط إنك تفضل دايما أنت القائد مش الراكب. التكنولوجيا هتكمل تطور بس لسه عندنا فرصة إننا نطور نفسنا معاها بدل ما نستسلم ونسيبها تطورنا بمعرفتها. والسؤال اللي بسيبه معاك دلوقتي: لو جه اليوم اللي شات جي بي تي يعرف عننا حاجات أكتر من نفسنا، هل ساعتها هنقدر نرجع خطوة لورا ولا خلاص هنكون دخلنا منطقة ما فيهاش باب خروج؟ اكتب لنا رأيك تحت لأني متأكد إن رأيك هيكون جزء من المراقبة القادمة. وكالعادة ده كان ميعادنا النهاردة مع فكرة جديدة، يمكن صح ويمكن غلط، يمكن تخليك تتفق أو تفتح عندك أسئلة أكتر. المهم إنك دايما تفكر، لأن في النهاية المعرفة مش إجابة، المعرفة دايما سؤال بيكبر معاك. لو الحلقة دي فتحت لك فكرة جديدة أو حتى خلتك تختلف معايا اكتب لي تحت في الكومنتات. ولو لسه جديد في القناة ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يبقى دايما في ميعاد نتقابل فيه. وأخيرا سلام لحد ما نتقابل تاني.